الشاب الأرجنتيني اللي قدامك ده عاش أكتر من حياة سابقة، يعني عاش أيام الحضارة المصرية القديمة بعد ما كان عايش في قارة أطلانتس، وبدأ حياته أصلا على النجم سايرس. وقال كمان إن مصر ما كانتش بداية الحضارة، لكن كانت محاولة لإنقاذ ما تبقى من ذاكرة قارة أطلانتس، وإن الأهرامات مش مجرد مقابر، ده كمان مرتبطين بحزام أوريون. إيه الحكاية؟ تعال أقولك. الشاب ماتياس دي ستيفانو من الأرجنتين، مواليد سنة 1987، وهو عنده 3 سنين بس افتكر كل حيواته السابقة واللي بدأت من 9 مليون سنة من وقت ما كان عايش على النجم سايرس. ومش بس كده، ده كمان قدر يفتكر كل المعلومات الكونية والروحية من بداية نشأة الكون والألواح الأكاشية، ووضح كل الكلام ده من خلال رسوماته. ماتياس قال إن تم إعادة تجسده من أجل رسالة معينة، وهي استعادة الوعي البشري اللي بسببه بقينا عايشين في بعد كوني أقل بكتير قوي من اللي كنا عايشين فيه. وأكد كمان على إنه مش نبي ولا حد خارق، هو مجرد إنسان عادي بس متذكر. طيب افتكرت ايه يا سيدي؟ اشجينا. ماتياس قال ان اطلانتس تأسست عن طريق التعاون ما بين البشر وما بين كائنات من ابعاد اخرى، والكلام ده كان قبل 30 الف سنه، وهم اللي ظاهرين قدامكم دلوقتي دول واسمهم الالوهيم، وما بين قوسين دول مش كائنات فضائيه، وهنعرف ليه بعدين. المهم امتدت المستعمرات الاولى لقاره اطلانتس من المحيط الاطلسي للبحر الابيض المتوسط. وقال كمان ان كل حكم وعلوم قاره اطلانتس اتسجلت في الميه وفي الجليد وعلى البلورات. طيب يا سيدي، انت كنت عايش في اطلانتس، ايه دخل مصر في الموضوع؟ قال لك لا، ما دي كانت حياه تانية، وانه اتجسد في مصر من 12 الف سنه بعد سقوط قاره اطلانتس مباشره، وده في فتره ما قبل الاسرات وبدايه الدوله القديمه، يعني تقريبا في زمن انتقال المعرفه من حضاره لحضاره. وبيعتبر ان مصر كانت الوريث الشرعي للمعرفه الاطلنطيه. لما سالوه بقى انت كان دورك ايه في الفتره دي، قال ان هو لا كان اله ولا كان حاكم سياسي، لكنه كان جزء من طبقه الكهنه حاملي المعرفه. دوره الاساسي